نبقى مع أخبار المهاجرين في ألمانيا. بموجب مسودة قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية سيتم تسهيل شروط التجنيس. تأتي تلك الخطوة بموجب قواعد قانون تجنيس حديث اتفقت عليه الأحزاب المكونة للحكومة. وينتظر حوالي 9 ملايين مهاجر لا يحملون الجنسية الألمانية المصادقة على القانون من طرف البرلمان بسبب مزاياه المتعددة. المسرحية والمحامية المصرية المقيمة ببرلين رانيا رفعت بصدد أخذ موعد للاستشارة بشأن الحصول على الجنسية الألمانية. وكما هي حال العديد من المهاجرين، تنتظر رانيا بشغف مصادقة البرلمان الألماني على قانون الجنسية الجديد، وبمقتضاه سيكون باستطاعتها أيضا الاحتفاظ بجنسية بلدها الأصلي. الوطن الأول ما هوش هدوم قديمة بنقلعها علشان نلبس هدوم الوطن التاني، ولكن الوطن الأول هو ذكرياتنا وأرضنا وعيلتنا وأملاكنا، ماضينا. والوطن التاني هو الحاضر والمستقبل والعيلة الجديدة اللي هنكونها وشغلنا. عشان الإنسان يتوازن وينتج فهو لازم يحتفظ بماضيه وحاضره ومستقبله. ووفق مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس، سيكون التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة بدل 8. وسيتم تسهيل إثبات إجادة اللغة لفئة معينة وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاماً. أما الأطفال فلن يضطروا للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغ السن القانوني. وأخيراً السماح بالجنسية المزدوجة. ومنذ الإعلان عن مسودة القانون الجديد، شهدت قبة البرلمان الألماني نقاشات حادة بين الحكومة والمعارضة. وترى المعارضة بأن الجنسية المزدوجة يجب أن تمنح فقط في حالة خاصة، كما تطالب بعدم التساهل فيما يخص اللغة الألمانية. لكن المستشار الألماني أولاف شولتز يؤيد الإصلاح المخطط له، ويقول إنه سيسهل الاندماج والمشاركة السياسية لغير المجنسين. وبالنسبة للحزب الاشتراكي فالجنسية المزدوجة لا تعيق الاندماج. نحتاج لتعدد الجنسيات. كل من يهاجر إلى ألمانيا يحمل معه تاريخه، لذلك ومن خلال تجربتي الشخصية أيضا أجده قرارا صحيحا ومهما. أتفهم كيف أن البعض يريدون الجنسية الألمانية والاحتفاظ بالجنسية الأصلية، أحيانا لأنهم لا يستطيعون التخلي عنها. وبالفعل فبسبب المخاوف من فقدان بعض الحقوق في بلدانهم الأصلية يتفادى عدد من المهاجرين التخلي عن جنسيتهم. لكن الفنانة المصرية المقيمة في ألمانيا منذ 5 سنوات متفائلة بأن الأمر سيتغير مستقبلاً. أنا متفائلة جدا بصدور القانون، واثقة إن البرلمان هيصدق عليه وهو متأكد إن ده مش ممكن هيضر بألمانيا وجود جنسية تانية للمهاجرين، بل بالعكس هيؤدي إنهم يشعروا أكتر بالأمان وإنتاجيتهم هتبقى أفضل. والآن لم يبقى أمام رانيا رفعت وملايين المهاجرين الآخرين سوى الانتظار.